اللي حصل في فنزويلا النهارده خبر مش عادي. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تم اعتقاله النهارده او تم اختطافه بمعنى اصح. قوات امريكيه راحت جابته هو ومراته من على السرير ومن غير ما حد يقف ليه. يعني تخيل انت كشعب او مواطن، الناس صحيت ما لقيتش الرئيس بتاعها، هو ومراته اتاخدوا من على السرير. طب ازاي امريكا دخلت فنزويلا وازاي تم اعتقاله؟ وايه اللي قاله ترامب بعد ما تم اعتقاله؟ خليك مع الاخر. اللي حصل ان الولايات المتحده الامريكيه نفذت هجوم النهارده الفجر على فنزويلا، وضربت قصر الشعب الرئاسي، وضربت قواعد عسكريه، وضربت قواعد جويه، وضربت قواعد بحريه. وطبعا ده كله عشان ما حدش يقاوم. بعد كده دخلت القوات الامريكيه، دخلت بمروحيات وكتائب خاصه او تسمى دلتا فورس، ودخلوا مخبأ نيكولاس مادورو واعتقلوه هو وزوجته. العمليه حصلت في وقت قصير جدا عشان تمنع اي مقاومه، يقال انها حوالي 30 دقيقه بالظبط. يعني متخيلين رئيس دوله في الحكم يتم اعتقاله ويتاخد لدولة تانية في 30 دقيقة بالظبط. الغريبة ان مفيش حد وقف القوات الامريكية ولا حتى دفاع جو، وده بسبب ان امريكا وقفت الرادارات اللي بتشغل الدفاع الجوي. فبالتالي تم اعتقاله وتم دخول القوات الامريكية بكل سهولة، وتم اعتقال نيكولاس مادورو رئيس الفنزويلا. بعد العملية العسكرية طلع ترامب واعلن انه تم اعتقال مادورو، وقال ان امريكا نفذت عمليه ناجحه جدا في اعتقال مادورو. ترامب طلع قال ان تم اعتقال مادورو عشان مجرم دولي، والعمليه كانت قانونيه من وجهه نظر امريكا. اللي يضحك بقى ان ترامب طلع قال احنا عملنا ده كله عشان خاطر الشعب الفنزويلي، عشان يعيش في استقرار ويعيش في غنى، واحنا هنطلع البترول بتاعهم وهنكون مسؤولين على البترول بتاعهم عشان الشعب الفنزويلي يتهنى بثرواته. واحنا اعتقلنا مادورو عشان كان بيتاجر في المخدرات وكان فاسد وتسبب في تدمير بلده. قالوا احنا جايين عشان ننهي الفوضى. طبعا وزير الدفاع الفنزويلي طلع واعلن التعبئه العامه، ودول امريكا اللاتينيه كانت مرعوبه، وحصل يعتبر زلزال في دول امريكا اللاتينيه، لدرجه ان كوبا قالت ان الدور علينا واحنا لازم نستعد. نائب الرئيس الفنزويلي طلعت ودعت الناس عشان يطلعوا يقفوا في الشارع عشان امريكا ترجع الرئيس بتاعهم، ولكن ما كانش فيه استجابه كبيره، عشان ان في عدد كبير جدا برضو من شعب فنزويلا كان فرحان ان تم اعتقال مادورو عشان عندهم مشاكل اقتصاديه بسبب مادورو. اما ردود الافعال العالميه فكان شجب وندب والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. ولكن روسيا طلعت قالت ندعو الولايات المتحده الامريكيه بالافراج على مادورو رئيس فنزويلا، ولكن ما حدش سمع ولا امريكا هتسمع. فطلع ترامب وقال على فكره ان بوتين انت بتقتل ناس كتير ويا ريت تسكت عشان احنا ايه ساكتين عليه. البجعة بقى في المؤتمر الصحفي اللي عمله دونالد ترامب ووزير الحرب. وزير الحرب طلع قال احنا نقدر نوصل لأي حد في العالم، ودي رسالة لأي حد ان احنا ممكن نوصل له في أي حتة في العالم، واللي احنا عملناه النهارده مفيش دولة تقدر تعمله في العالم زينا. يعني من الآخر فرض عضلات. الصين لما اتكلمت وروسيا لما اتكلمت قالوا عشان طبعا النفط، عشان طبعا فنزويلا كانت تعتبر من أهم حلفاء الصين وحلفاء روسيا. الولايات المتحدة الأمريكية طلعت طمنتهم وقالت النفط كده كده احنا هنبيعه لكم. ده نفط فنزويلا امريكا هتبيعه للصين وروسيا، انتوا متخيلين؟ الغريبه بقى ان كان في بعض الناس من داخل الولايات المتحده الامريكيه انهم اعترضوا على العمليه دي، ان العمليه دي ما خدتش اذن الكونجرس. وطبعا رد وزير الخارجيه بكل بجاحه وقال بصراحه احنا كنا لو قلنا للكونجرس، في بعض الاعضاء في الكونجرس كانوا ممكن يفشوا الاسرار. اللي بيحصل ده واللي حصل ده تعبير عن حاجه واحده بس، اللي بيمشي دلوقتي سياسه القوه. يعني الولايات المتحده الامريكيه لا بتحترم قانون دولي، ولا في سياده دوليه، ولا بتحترم اي سيادات. وعشان كده دول امريكا اللاتينيه قاعده في رعب، مرعوبين. ممكن رئيس كوبا يحصل له، ممكن رئيس البرازيل يحصل له. ما هو كل واحد عمال حط نفسه النهارده مكان نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي. اما مصير فنزويلا طبعا اعلن ترامب انه هيكون في مجلس انتقالي من داخل فنزويلا، ولكن امريكا هتكون هي مسؤوله عليه، وبعد كده هم هيشوفوا هيجيبوا مين في الحكم. يعني امريكا من الاخر احتلت فنزويلا، ولكن ايه، بالشياكه او من غير شياكه بصراحه، بالبلطجه. امريكا دلوقتي بتفرض عضلاتها وماشيه قانون القوه وبس. يعني القوي هو اللي يقدر يعيش. عندك جيش قوي هتقدر ترد، عندك جيش قوي اي حد يخاف. بالمناسبه قوه الجيش الفنزويلي كلها على بعضها كام؟ حوالي 120 الف، يعني مش قوه كبيره. الغريبه انا ما اعرفش نيكولاس مادورو ده كان بيطور ايه او كان بيعمل ايه، على الرغم ان فنزويلا تعتبر من اكبر الدول اللي عندها نفط. طبعا اللي حصل ده كله عشان النفط، لدرجه ان ترامب طلع وقال احنا اللي هندير النفط. يعني ما طلعش احنا ماسكين نيكولاس مادورو عشان المخدرات ولا عشان عنده اسلحه. طلعت وزيره امريكيه بتقول على فكره احنا مسكناه عشان كان عنده اسلحه. هو حضرتك هو ممسوك في شارع فيصل، ده رئيس دوله وعنده اسلحه يعني عادي. فطبعا دي كلها حجج عشان يدخلوا يسرقوا النفط. السؤال ده، هل شايفين ان امريكا فعلا بتحمي العالم ولا بتفرض قوتها وبتفرض عضلاتها؟
اكتب رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة.